أهلا بيكم أحبائي في كل مكان. النهاردة كان عليا غدوة سمك معتبرة، تبلتها وشويتها وأكلناها، وقعدت في الفرندا مع كوباية شاي بالنعناع زرعاه في البلكونة، وابتديت أسمع رعب إذاعي، قلت أشاركه معاكم نترعب كلنا مع بعض. يلا بينا نسمع. يا جماعة، ايه رأيكم في السهرة دي بقى؟ مية وضلمة وشاي ام حسن. اظن يعني نجحنا في ان احنا ندي شياكة. والله يا محمد، انا ما كنتش متخيل ان الفيوم فيها الجمال ده كله. لا، والجو اللي عامله محمد جو خيالي بصراحة. نار معسكر على شط بحيرة قارون اللي سرايا جده بيبص عليها، حاجة وهم. ايوه، فاضل نلاقي هاري بوتر بقى طاير قدامنا على المقشه بتاعته. هاري بوتر ايه يا ابني؟ احنا في الفيوم، يعني بشوات واقطاعيين والجو ده. ما يغركش شكل السرايا الاوروبي والنقوش والتماثيل، دي حركات بس. الحواديت والثقافة الحقيقية اللي هنا حاجة مختلفة عن اوروبا خالص. انتوا اللي بتنكشوه اهو. محمد لو ابتدى كلام مش هيفصل. والله يا أوسة احنا مش بنشبع من كلام محمد وحكايات. ايوه يا اختي، ده عشان انتوا مش معاه على طول. بس المهم ندخل نتعشى عشا خفيف كده، ونبقى نرجع نقعد هنا ندردش، ولا ايه رأيكم؟ والله انا شايفة بلاها عشاء اساسا، ده الدايت باظ ولا ايه يا عصام؟ ضيت ايه بس؟ امال لما تجيب ال30 سنة زي كده هتعملي ايه؟ طب انا عندي فكره، احنا ممكن نقضيها سندوتشات وحاجات سخنه واحنا في مكاننا هنا حوالين النار، حتى نخلي محمد يحكي لنا حدوته من حواديته بتاعت زمان. طب والله جو ملوش حل، نار، ليل، ميه ودردشه، حاجه كده جامده اخر 10 حاجات. ماشي، اروح احضر السندوتشات. ما تيجي يا رشا، ولا مفيش مساعدة ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، جاية معاكي طبعا. ايه يا عم محمد، فينك يا ابني طول الفتره اللي فاتت دي؟ ده انت بتتكلم في 5 سنين بعيد عن مصر. اكل العيش يا عصام والله. الواحد طول عمره عايش في مستوى معين كده وما يقدرش يعيش في اقل منه. اعلى منه ماشي، ده جميل، لكن اقل منه لا. لو انت طول عمرك ابن بشوات بصراحة، فيلا في التجمع وشاليه في دهب وسرايا على بحيرة قارون في الفيوم وعربيات، امسك الخشب يا عم. خشب ايه بقى؟ ربك يستر من العيب. انت عارفة انا لو مكانك اصلا هاخده بنفس السعر وهسكت. ضحكت على الراجل. انت طلعتي شطورة بقى وانا معرفش. لا يا محمد بجد، أوسة دي مشكلة، خفة دم مش ممكن. ربنا يخليكي يا حبيبة قلبي، انت كمان زي العسل. لا يا أوسة، رشا مش بتجامل، انا كمان شايف كده، مع ان اخينا تقل دمه ما يتوصفش بصراحة. بس عليك بجد، ده محمد خفة دمه مش على حد. يا سلام. بس يا رشا. المهم بقى، العشاء اهو، سخن وبارد ولحوم وجبن، كله موجود الحمد لله. اتفضلوا يا جماعة، بسم الله. انما اشمعنى البانيا يعني يا عم محمد؟ هي طبيعة شغل والله مش اكتر. يعني انا بشتغل في منظمة التجارة العالمية، فكنت مسؤول عن ادارة المنتديات وورش العمل اللي بتعملها المنظمة في ألبانيا الكام سنة اللي فاتوا. انما قوليلي يا أوسة، انتي مش بتخافي من الجو هنا؟ قصدي يعني بالليل، الليل بالذات، والبرد، ولا المية اللي باينة من بعيد وكمان من قريب كأنها فراغ اسود ملوش ملامح، شبه البحر الاسود بتاعكم ده، ولا حكاية محمد؟ المكان ده بقى مع حدوته من حواديت محمد الغمزة هيبقى ايه؟ وليه حواديت محمد؟ المكان هنا ليه حواديته الخاصة. حواديته؟ ايوه، الوريثة. بس يا محمد بقى كفاية، حرام عليك، البنت خافت. لو كله كوم وشكل السرايا دي كوم، بتفكرني بقصر البارون. امال لو شفتي السرايات اللي حوالينا. هو في سرايات تانية هنا؟ طبعا في 4 سرايات هنا، سرايا جويش وسرايا الأزمرلي وسرايا قطناوي وسرايا. ايه يا جماعة اهدوا، ده الغفير اللي هنا. يا محمد باشا. نعم يا سيد، خير؟ مشوار النهارده يا باشا. لا خلاص مش هينفع، انا عندي ضيوف النهارده. روح انت دلوقتي. امرك يا باشا، لو عايز حاجه ازعج علي، انا قاعد مع الغفرة جار سراي الجويش. والله حاجه تخنق،
ما كانش عارف ان احنا ضيوف النهارده يحملونا بالسنة وبالخمس سنين، ويجب ضيافهم ولاد الأكابر وطلباتهم وسهراتهم. مالك بتبرطم ليه عاد؟ اقعد جار النار هنا واحكي لي. كأنها كانت ناقصة، عاملين السرايا منول عم منول وما جايينش غير اليومين دول. ومالهم اليومين دول يا عم سيد؟ وصلوا هنا ولا حاجة؟ موسم ايه يا جدع انت؟ ما خبرش يعني ايه اللي بيجيبكم هنا يا بتوع مصر؟ اكل العيش بقى يا عم ورداني، هنعمل ايه؟ كان العماير والمصالح اللي هناك لاقيه اللي يحرسوها وزيادتين كمان. اما يحدفوا علي موظفين الامن وشرك الامن لاجل يحرسوا في الارياف. لا مؤاخذة يا بتاع شرك، اصل احنا مش من هنا، نحب نعرف من جنابك يا اخويا. لا بجد صحيح يا ورداني، مالهم اليومين دول؟ يومين البدل. بدل؟ بدل ايه؟ بدل سهر ولا بدل طبيعة عمل؟ بدل انتقال. لا والله ورداني في الجول، والله انت عسل. بس كفاية، ما خبرش اني بتضحكوا ليه. لا مؤاخذة يا عم سيد، بس اصل ورداني ما كانش هيهرج. دول يومين البدل زي ما قال، يومين اخرهم امارة. دي باين عليها حكاية. طب ما تحكي لنا يا عم سيد. احكي لكم ايه؟ ده هما يومين زي ما قال ورداني، بس يا ويل من يقضيهم هناك. يومين اولهم حكاية واخرهم امارة. بغلة القبور في المغرب العربي، ومؤنة في اليابان، وغيرهم في كل بلد. طب وهنا ايه الحكاية اللي بيحكوها الاهالي؟ قلب الجم الطيب ولا ايه؟ بلاش يا اخي، حرام عليك. لا قول يا محمد، والنبي قول. احكي يا عم، بس ما ترجعيش تعيطي يا اختي. اسكت انت، قول يا محمد. شوف يا ستي، الحكاية بدأت في أوائل خريف سنة 1918. الباشا ساعتها كان في حالة من الغضب، والدكتور واقف قدامه بيقول له: شوف سعادة الباشا، الخالة دي أنا أول مرة يشوفه. صحيح الإنفلونزا الأسبانية هي اللي بيفكر في أي حد اليومين دول، لكن دي مش أراده خالص. الحقيقة أنا مش يعرف. يعني إيه؟ يعني أنا مش عارف علاج المرض دي إيه. أمال حكيم إزاي؟ أنا بدي أفهم. يعني إيه مش عارف دي؟ لحد ما جه اليوم اللي كان الباشا قاعد في مكتبه في المغرب مغمض عينيه وبيسمع مزيكا كلاسيكية، وباله مهموم بحالة التوأمين، وتهيأله إن سمع صوت صرخة. فتح عينيه لقاهم واقفين قصاده مبتسمين. بابا احنا جينا. اسمت، شيرين، يا حبايبي يا حبايبي. جولنار تعالي شوفي مين هنا. اسمت، انت كويسة يا حبيبتي؟ في ايه يا باشا؟ اسمك شيرين، حياتي، انتوا كويسين؟ هاي يا ولاد. شيرين واسمت بقوا كويسين يا جولنار يا حبايبي. شيرين واسمت خفوا خلاص يا صالحين. الحمد لله على سلامتهم يا سيدي. الحمد لله. شايفين المعجزة؟ يا حبايبي، يا فرحة قلبي يا ربي. أكيد طبعا ما خدوش بالهم من أثر الطين اللي على أطراف صوابع رجلين التوأم، ولا من السائل اللي لونه أبيض اللي شبه لون جوهرة العين على أطراف صوابع شيرين، ولا من نقطة الدم الحمراء اللي على طرف شفايف اسمت، ولا من صالحين النوبي
وهو هيقول لهم انهم ما لاقيينش بنت حسنين بواب السرايا. هما اللي عملوا كده؟ انت استنتجتي ده عشان بتسمعي القصة في ظروف ومقدمات تخليكي تفكري في كده، لكن وقتها ما كانش حد شايف الموضوع من المنظور ده. كانوا شايفين توأمين عندهم مرض غريب وبقوا كويسين. 1943 كان وقتها مر 25 سنة. التوأمين كبروا، اتعلموا تعليم ولاد البشوات، فسح، سفر، سهر وحفلات، شباب بقى، حياة طبيعية جدا، كل حاجة ماشية بشكلها الصحيح. يمكن بس موضوع الأصوات الليلية الغامضة اللي كان مصدرها القطين بتوع التوأمين اللي احنا طبعا عارفين انهم روح وتكليف، روح وقربان. وطبعا لما سكان السرايا سمعوا في نص الليل صوت صرخة تخلع القلوب، ولقوا جثة أرامنتا الكاميريرا الجريجية قبل خطوتين من باب السرايا، كان لازم يفهموا ايه اللي حصل ومين اللي جاله قلب يعمل في أرامنتا الجميلة كده. عينيها فين؟ وليه لسانها طلع لبره وشكله كأنه محروق كده؟ نقدر نقول ان الجو العام للسرايا بقى كئيب يقبض القلب، محدش قادر يوصل لحاجة ولا يفهم حاجة، ونفوذ الباشا كان ليه دور كبير في الموضوع ان يتنسي. كفاية تحقيقات، كفاية استجوابات، كفاية كلام في الموضوع ده يا صالحين، الموضوع ده منتهي. لكن يا باشا هيجي اليوم اللي الحقيقة هيبان فيه. صحيح هم كويسين دلوقتي، لا بيصرخوا ولا بيتشنجوا، لكن الحكاية دي هيحصل تاني أكيد. النهاردة جنابك موجود وبتحميهم، بكرة بعد عمر طويل ممكن مش تكون معاهم. سامحني يا سعادة الباشا، بس هو العمر فيه كام 25 سنة تاني. المرة اللي فاتت قلنا انه دي بتلع للبنت الصغير من الغيطان، والمرة دي قدرت توقف التحقيق بمعارف ومحاسيب جنابك، لكن بعدين صحيح لو حصل لهم بطلوا هم لوحدهم، مين هينجدهم يا صالحين؟ ما تخافش يا بابا، اسمت احنا هنعرف نتصرف، ده قدرنا، حياتنا وهنعرف نحافظ عليها انا وشيرين. في 1968 صوت صرخة، سعدية دادة جنب سور السرايا القبلي. 1993 صوت صرخة، زكي فندي مهندس الري تحت شجرة الكافور اللي على الترعة. والتوأمين دول عايشين لحد دلوقتي ولا ماتوا؟ عايشين لحد دلوقتي زي الأول وأحسن، بس كل مرة بيضطروا يعيشوا بشكل مختلف، ومرة كل 25 سنة تجيلهم الحالة. وعم صالحين كان راجل أصيل، كان متجوز من أهل الفيوم، وكان عنده ولد صغير أصغر من التوأمين بكتير. وصاه يخلي باله من أسياد التوأمين ويخدمهم بعينيه وما يأخرش عنهم حاجة أبدا، وابنه ما خالفش الوصية لحد النهاردة، يحرسهم ويحميهم. روح وتكليف، روح وقربان. طب ما احنا في 2018 اهو، يعني فات 25 سنة على آخر حادثة، هما فين بقى؟ التوامين يا ست راشا موجودين قاعدين في سرايتهم، وهيقدموا قربانهم ويرتاحوا 25 سنة تانيين. ما قلتناش اساميهم يا عم سيد. وايه الامر على الكلام ده؟ قسمة هانم ومحمد شيرين وادي الأمارة.